السيد الأستاذ رئيس الجلسة، تحية طيبة. وبعد، فبناء على قرار المجلس بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس وجمع الأصوات وفرزها، أتشرف بالإفادة بأن اللجنة قامت بعملية الفرز وإحصاء الأصوات، وكانت النتيجة كما يلي: عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 530 عضوا. 503 يعني غلطت في البخاري. طب ما يكون يعني 503، أصل قريتها بالإنجليزي الحقيقة، صفر قبل 503 صوتا. طب الحمد لله لما أقولش 53 كان النقد جائز. 503 صوت عضوا. عدد الأصوات الصحيحة 496 صوتا. عدد الأصوات الباطلة 7 صوتا. وقد حصل بقى يعني لحظة تأمل ربانية. وقد حصل السيد، بس بلتمس اللي أنا هقول اسمه يبقى يديني الكلمة لمدة دقيقتين. وقد حصل السيد العضو الدكتور سعد الكتاتني على وقد حصل العضو الدكتور سعد وهو سعد الكتاتني على 399 صوتا. السيد العضو عصام سلطان على 87 صوتا. السيد العضو يوسف البدري 90 صوتا. 10 صوتا. لا انا هطلق بقى، بس السيد الرئيس يعني والسيد الامين العام يديني كلمه بقى، يعني اخد جزائي ولا ما اخدش؟ يعني لا 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 لا، انا يعني كل شيء في هذه الحياه كما قال الدكتور طه حسين في كتابه الوعد الحق، قالها هنا قال الآتي. ضروري يا اخي. السادة الأعضاء، وعلى ذلك أعلن انتخاب السيد الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا للمجلس. أيها الأعضاء الكرام، ويسرني، ما تسمعوا بقى باقي القرار، مش بنحترم الدستور. ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعا وباسمي إلى سيادته بالتهنئة الصادقة والثقة الغالية، وأتمنى لسيادته التوفيق والسداد في رئاسته للمجلس. والآن ليتفضل السيد الأستاذ رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني ليتولى رئاسة المجلس. بس كده. ده بتاعتي انا بقى.
طبعا. حضرتك هتسلم طبعا والله انا مش هنزل تحت. انت تعدي في اي حته حتى على الكرسي. مرحبا بالرئيس الجليل طيب ماشي انا هقوم واسلمه. حاضر. الدكتور سعد الكتاتني واثق الخطوة يمشي ملكا. هذا كتابي أحمله بيميني وأسلمه إليه في يمينه. وأنا يعني أطلب من السيد الرئيس كلمة لمدة دقيقتين. توافق؟ لا أنا يعني أريد الآن. بس ضغط اللائحة. موافقين ولا؟ ثانية. طب نص دقيقة. طب 30 ثانية. أولا هي أمانة سوف يحملها أمام الله والتاريخ، وأنني أشعر اليوم علم الله بأن الديمقراطية التي كانت غريبة عن ديارنا المصرية قد عادت اليوم من غربتها، وطيور الحرية تغرد فوق هذا المكان. بس في شيء يعني أمانة يحلمها، وبعدين يكون المجلس القادم بإرادة الله بهمته وهمتكم يفكر تماما في القانون في ثوبه الملائكي الجديد متوضئا بالعلم والنور والإيمان. ثانيا أن يكون لمجلس الشعب حق اختيار الرئيس القادم إن شاء الله، وأيضا مع الفصل بين السلطات تشريعيا قضائية التنفيذية إلى آخره أن يكون التناسق ما بينهما والتعايش بين هذه الخطوات، وأن لا ينسى. ومن أجل هذه تكلمت دم الشهداء وذكرى الشهداء، وإن كانوا وإن كانوا في فرنسا عندهم البنتيو اللي هو مقبرة العظماء، فأرجو اقتراح متواضع أن يكون لهؤلاء مقبرة الشهداء. أخيرا وأنا جاي الصبح في أحد الشهداء قالت لي الآتي، وهي كلمتي الأخيرة التي سأسلم بعدها الراية وأتنحى عن عرش هذا اليوم. بتقول لي كان ليا ابن طالب عندك في كلية الحقوق، وكان دايما يتكلم عن الشهيد هاشم الرفاعي شهيد الطلبة في ذلك الوقت، وكان ليه قصيدة عن الشهداء. قالت لي كان يحب يسمعها ويرتلها. يا ليتك تقول للمجلس العظيم اليوم نهاية هذا، وباسم الشهيد الذي يتربع في مقعد صدق عند مليك المقتدر أقول لحضراتكم نهاية هذا القول. يقول بلسان صدق مبين: أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم يعلو دجى النسيان. كل الذي أبغيه أن تجرعي كأس المذلة ليس في الحسبان. أرجو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت
سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شرياني. فإذا سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شرياني. وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. وفقكم الله وقمنا. بالمبروك وإن شاء الله نسمع. وأول صوت كان ليا، ربنا يخليك. أقعد هنا ولا؟ يتشرف يا فندم.